يعني طبعا كلكم رأيتم بقى الرئيس العراقي وهو يشنق والكلام ده. سبحان الله، أنتم تعلمون من كلامي السابق أنني من أشد الناس يعني تنفيرا عن هذا الرجل، واتكلمت فيه كتير، وكل اللي عمله صح، مش صح يعني صح، لكل اللي قلته فيه صحيح، يعني مش كل اللي عمل، كل ما قلت فيه صحيح، لكن الأعمال بالخواتيم. قال صلى الله عليه وسلم، طبعا نحن لا نشهد له جنة ولا نار، لكن يرجى له بعد ما حدث الذي حدث. إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وطبعا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، والحديث اللي قبل كده حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا، حديث أبي سعيد في الرجل اللي قال: الذي قتل 100 نفس. يعني كلمة واحدة من هؤلاء الشيعة اللي حوالين الروافض لما بقول له إلى جهنم إلى جهنم، قالها له 3 مرات. تعرف الكلمة دي ممكن تكون سبب في دخوله الجنة. الكلمة دي بس. طبعا عندنا حديثان، واحد في البخاري وواحد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود. واحد قال كلمة زي دي، حديث جندب بن عبد الله البجلي في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ من اللي بيحلف علي ده؟ غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية خارج البخاري قال: قل له يستأنف العمل، تبتدي تشتغل من جديد، لأن كل اللي راح حبط. حديث أبي داود وأحمد حديث أبي هريرة سنده صحيح: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا يزال المجد يقرع المقصر، كل ما يلقاه يقول: اتق الله إنه لا يحل لك أن تفعل ذلك وبتاع، لحد ما قابله في يوم من الأيام كثر عليه في الكلام، فتضجر المقصر وقال: خليني وربي، أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ فقال المجد له: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وقال للمجد: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمقصر وأدخله الجنة. الخواتيم دي عجائب، الخواتيم دي عجائب. عشان كده من معتقد أهل السنة حتى لو رجل بيعمل بأعمال أهل النار لا نحكم على معين بجنة ولا نار، لأنك أنت والرجل بيحتضر بيطلع روح، أنت مش عارف هو عمل إيه، ما تعرفش عمل إيه. يعني قال الكلمة مثلا، وبعدين سبحان الله، يعني شوف من لطف الله به فيما أرى والله حسيبه، إنهم شنقوه. يعني آخر محاكمة لما حكموه وقال يعدم شنقا، قال لهم: أنا أعترض، أنا رجل عسكري والعسكري يضرب بالنار. يعني معترض إن هم يقتلوه شنقا. قال: لا، تضربوني تعدموني رميا بالرصاص، لأن أنا رجل عسكري والقانون العسكري بيقول كده. المدني يتشنق والرجل العسكري يتضرب بالنار. واخد بالك؟ فهل لو من اللطف إنه يتشنق عشان يطلع وعشان يثبت وعشان يعرف ان بعد دقيقتين هينزل الحبل دي ومش عارف ايه، فيلحق يقول اي حاجه، يلحق يقول كلمه: اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وفي المره الثانيه عند محمدا وشد الحبل الى جهنم وبئس المصير والكلام ده. فالعالم بقى لما شافت المساله دي قال لك: والله يعني ده فعلا دول ناس بيكرهونا فعلا، لسه فاكر بيكرهونا. ما يعرفش بقى ماذا فعل هؤلاء الروافض بالدولة التركية. تعاونوا مع المجر، مع النصارى ضد المسلمين، ضد الدولة التركية عشان يوقعوها. يعني القوة النووية الإيرانية دي، أنا بقول لكم أهو، إيران على استعداد أن تتعاون مع إسرائيل لضرب السعودية. والكلام ده أنا مش جايبه من عندي. الرافضة على استعداد أن يضعوا أيديهم في أيدي كل أنجاس الأرض إذا كان العدو
هم أهل السنة.